عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ولكن عبد اللطيف وهبي اللي هو امين عام ديال حزب الاصاله والمعاصره، عبد اللطيف وهبي المحامي خلى امين عام ديال حزب الاصاله والمعاصره وخلى المحامي عبد اللطيف وهبي كوزير العدل كيوضع جوج ديال الشكايات ضدي، جوج ديال الشكايات بخصوص ملف اسكوبار الصحراء. عبد اللطيف وهبي وزير العدل للمغرب، وهذا المغرب اللي كيترأس لجنه حقوق الانسان في الامم المتحده، شوفوا التناقض، كيضرب كل ما حققه الدوله المغربيه بحال شي صياد خرج وضرب اول حاجه دار قطع في رجليه. كتعرفوا حريه التعبير حنا في المغرب مكلاسيين في الاخر دقيق. كتعرفوا لما باش المغرب من العالم الثالث باش المغرب يترأس لجنه حقوق الانسان للامم المتحده، خاص المنتظم الدولي يثيق في المغرب ديال المؤسسات، خاص المنتظم الدولي يثيق في الملكيه بانها قادره تعير وغادي دير وغادي تبدل قدام وكل شيء، والحمد لله هذا الشيء اللي طرا. اش كيدير وزير العدل؟ حط بيا جوج ديال الشكايات. انا كنت كنتمنى يحطها هو كوزير مسؤوليه، يحطها كمحامي كامين عام لحزب الاصاله والمعاصره، ماشي نورط الدوله المغربيه معايا، وهذا كنسميه الغباء السياسي. الغباء السياسي. علاش غادي تحط شكايه باسم وزير وانا تكلمت على اسكوبار الصحراء، تكلمت على اسكوبار الصحراء ومشيت لموريتانيا كنبحث في هذا الموضوع، كنبحث وكنبغي نعرف ونشوف اش واقع بلادنا. اشنا هما الاسئله اللي طرحت في جوج فيديوهات باش حطيت بيا جوج ديال الشكايات. قلت اخلاقيا السي الامين العام لحزب الاصاله والمعاصره لما شدوا جوج ديال اباطره المخدرات والتجار الدولي في المخدرات وراهما في السجن، خاصك اخلاقيا تحط استقالتك. هذه انا قلتها خاص تحطها. بن سعيد اللي هو وزير الثقافه والتواصل في الحكومه ديال اخنوش اللي هو في الحزب مع وهبي، كيصرح ان الحزب يتحمل المسؤوليه الاخلاقيه السياسيه على هذه الفضيحه هذه. اشنو اللي قلت انايا؟ عيب. اولا انت وزير العدل، كيفاش تكون بحال وزير العدل البريطاني، بحال وزير العدل الفرنسي الاسباني الالماني؟ اول ما تخلد المنصب ديالك تجرب دير واحد الجرد ديال الممتلكات ديالك وديال الودائع البنكيه ديالك وتقول ايها الشعب المغربي ها ممتلكاتي، انا غندخل للحكومه وملي غنخرج غنعطيكم ممتلكاتي باش تعرفوني انا ما شفرتش، انا ما كنشفرش وما ندير حتى حاجه. هذه ما درتيهاش. بن سعيد السي بن سعيد كيقول الحزب يتحمل المسؤوليه. انا في الفيديو ديالي قلت اخلاقيا تتحمل المسؤوليه. طلعوا عندك واحد الجوج، خاصك تحط استقالتك وتقول كيفاش يعقل. عندي جوج ديال اباطره المخدرات متهمين في التجاره الدوليه للمخدرات، كيفاش؟ هادو ماشي ناس عاديين، هادو من السواري ديال حزب الاصاله والمعاصره. سي وهبي انت ذاك النهار تا ودانت كدوي مع مندوب الثقافه وبتهكم عليه، قلتي ليه تقاشر اللي في رجليك كنعرفهم متفقين. هذا يعني اننا نحن دوله وعارفين وعندنا، وانا وزير العدل عارف التقاشر باش انت ما قلتيش كيوط مزيان. كيفاش انت كتعرف التقاشر؟ السؤال ديالي كنت حطيت في الفيديوهات، انت ما عرفتش ان اللي في جنبك تجار على الصعيد الدولي ديال المخدرات. سؤال طرحته واحد. ثانيا قلت لك انت وزير العدل ومادام في التسريبات مجبود الاسم ديالك من طرف سعيد الناصري، قلت خاصك تعلن على الاستقاله ديالك من الحكومه وتخبر عزيز اخنوش رئيس الحكومه وتولي سيد الرئيس كتستقل. واضع نفسي رهن اشاره العداله حتى من هذا البحث، لان اولا انا عبد اللطيف وهبي من زكى البعيوي والناصري في الحزب، انا عندهم تزكيه. كيخرج بن سعيد وزير الثقافه اللي هو احد الاطر ديال حزب الاصاله والمعاصره كيقول ان هادشي ورثناه على المكتب اللي فات، كيتكلم على الياس العمري، لكن الياس العمري في الاستحقاقات هذه 2021 ما كانش، كان وهبي. وهبي هو اللي عطى التزكيه الناصري والبعيوي. خاصك تفصل استقالتك من الحكومه باش ما تاثرش على التحقيق وحتى على العداله، والنهار تعطيهم العداله